رمضان السنة دي كان ملغم بأبناء الفنانين، وطبعا كلنا عارفين إن أبناء الفنانين دول راحوا عملوا كاستنج واتقبلوا في الدور بمجهودهم. أبهاتهم ولا أمهاتهم ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن إن هم اتقبلوا في الدور ده أو إن هم راحوا يمثلوا، ولا زقوهم بأي حاجة ولا كلموا المخرج في التليفون عشان يتقبلوا، وإحنا زي كل سنة هنشتري وخلاص. وهو أول واحد قال الحكاية دي هو كان الممثل أحمد خالد صالح ابن الفنان خالد صالح الله يرحمه، وقال إن هو راح قبل كده عمل كاستنج وبتاع من غير ما يقول او من غير ما يذكر اسم والده. ده الحوار ده كان من 7 سنين مثلا او حاجه كده. بعد كده كل ابناء الفنانين اللي جم بعده بقوا بياخدوا نفس القصه، يقول لك والله احنا رحنا ما كانوش يعرفونا خالص وعمرهم ما شافونا ولا مع بابانا ولا مع مامتنا في اي مكان، وما كانوش يعرفوا مثلا ان ده ابن الممثل كذا وده ابن المخرج مش عارف ايه. لا، هم اتقبلوا عشان هم ممثلين جامدين. فاحنا النهارده هنتكلم عن ابناء الممثلين اللي ظهروا السنه دي، وهل هم فعلا بيعرفوا يمثلوا ولا داخلين واسطه وخلاص. واول حد معانا هي عزه مجاهد بنت فيفي عبده. وتقريبا فيفي عبده اخر 10 سنين مثلا ما بتروحش عمل من غيرها. يعني انا حاسس ان هي بتمضي تقول لهم ضيفوا لي بتاع تطلع معاها في اي حاجه. وفيفي عبده اصلا كانت في مسلسل العتاوله السنه دي، انا حاسس ان هي طلعت شايش بس مش طلعت تمثل. فهي وبنتها كانوا صفر كاريزما السنه دي. يعني فريده سيف النصر في العتاوله كانت عامله الدور اجمد من فيفي عبده بكتير. هو ده دور مختلف وبتاع، بس كانت ماليه مركز عن فيفي عبده بصراحه. ان انا فيفي عبده كل ما اتفرج عليها الاقيها قاعده بتشيش على البحر. وبنتها نفس الكلام، بنتها بتتزق من زمان من 15 سنه من فيفي عبده بس في ادوار صغيره. كانت بتطلع في، عارف ان الافلام الرخيصه اللي هي ارخص من افلام السبكي، كانت بنتها بتطلع في الافلام دي وما عملتش اي انجاز او ما اتطورتش في اي حاجه. بس السنه دي كان الفرق ان فيفي عبده زقها في دور اكبر شويه بس برضه ما عملتش اي حاجه. واحنا هنمشيها ابناء النجوم اللي في مسلسل عتاوله، ابناء النجوم في مسلسل سيد الناس، ابناء النجوم في مسلسل عايشه الدور، ان دول كانوا واخدين اكبر حصيله من ابناء الفنانين. بعد كده نتكلم بقى عن الناس اللي كانت مفرطه، كل واحد طالع ايه في عمل منفرد. وتاني حد في مسلسل عتاوله هي مريم محمود الجندي بنت الفنان محمود الجندي، وهي عملت مسلسلين في رمضان، مسلسل العتاوله ويعني طبعا شهادتي فيه مجروحه لسه متكلمين عنه وكنا عاملين عليه فيديو كامل، ومسلسل ولاد الشمس. وده ممكن اقول انها كانت عامله الدور كويس، وكمان كانت عامله قبل كده مسلسل بالطو كان اداءها كويس. فهي مش هتضايقك، انت هتحس ان هي حتى لو هي لسه بتبدا يعني ادائها مش ثابت او ما فيش ثقه، بس تحس ان لا ممثله كويسه او ممثله زي الممثلين الموجودين. مش هتحس ان هي مزقوقه بسبب اخوها او بسبب باباها الله يرحمه محمود الجندي. لا، يعني ممكن بعد كده هتلاقيها بتعمل ادوار اكبر وبتعمل ادوار كويسه. لكن في مسلسل عتاوله انا بصراحه هي دور زي الزفت، وكان دور برضو عبيط. بس هي مش هي لوحدها، زي ما قلنا قبل كده المسلسل كله تحس ان الممثلين كلهم هوت. مش هنحكم عليها في مسلسل العتاوله، او ممكن لو حد على فكره ممثل كويس في مسلسل العتاوله هيتظلم. لكن مسلسل ولاد الشمس كانت عامله الدور كويس، هو كان دور اصغر من العتاوله بكتير بس كانت عامله الدور كويس. نيجي لمسلسل سيد الناس بقى، وهنبدا باخوات الفنانين مش ابناء الفنانين. الفنان امير شاهين اخو الهام شاهين، وده برضو زي فيفي عبده بالظبط. يعني الهام شاهين وهي بتمضي العقد هاتوا اخويا معايا، يعني هتلاقي تقريبا فوق 90% من الاعمال اللي عملها امير شاهين كانت مع اخته الهام شاهين. عملين بس تقريبا اللي هو كان نصيبه اسمتك وكان طالع في حلقتين 3، ومسلسل تاني اللي كان بعيد عن إلهام شاهين. بس الفرق ان الراجل ده بيظهر بقاله 20 سنة بجد مع إلهام شاهين. فهو لو كان ممثل كويس كان زمان دوره كبر او بقى بيعمل اعمال كويسة ليه جمهور. لكن طالما هو لسه بيعمل نفس الدور الصغير جنب إلهام شاهين وبيجي عشان هو اخو إلهام شاهين، فمش مستني رأيي يعني ان اقول لك عليه ان هو ممثل وحش او ممثل ضعيف. وهو اداؤه مش بعيد عن إلهام شاهين بصراحة. يعني إلهام شاهين اصلها 3 4 سنين كمان وخلاص هيقول لك عليها الفنانة القديرة إلهام شاهين، فمش هتعرف تقول عليها حاجة بقى ان هي ما كانتش بتعرف تمثل. ان هو طالما الممثل دخل في سكة الفنان القدير فانت مش هتقدر تقول عليه حاجة. والممثل التاني في مسلسل سيد الناس هو ياسين السقا ابن الفنان احمد السقا. وده برضو احمد السقا طلع قال ان هو ما كانش يعرف ان ابنه راح عمل كاستنج للمسلسل ده، وعرف قبلها باسبوع. ده لو اب عادي مش اب فنان كان زمانه عارف قبلها ب3 4 شهور اصلا. بس هو لازم يعمل نفسه متفاجئ واحنا نعمل نفسنا متفاجئين وربنا يديم الاونط. وياسين السقا كان دوره صغير بصراحه، يعني هو كان اصغر دور من الممثلين الشباب
في سيد الناس، بس الناس حست ان هو زيرو قبول او زيرو كاريزما كانت اغلبيه الناس اللي اتفرجت عليه، فهو قرر يطلع يلطش في الجمهور على السوشيال ميديا. يعني انا لقيت سكرينات بعرضها لكم هنا وهو بيخبط في الجمهور وشاف اللي بينتقدوه دول الحمير ما بيفهموش حاجه. ودي اول حاجه غباء، ان هو لو هو ابن ممثل او ممثل عادي ما ينفعش يصطدم بالجمهور باول اعماله. يعني تقريبا ياسين السقا كان بادئ مع نور خالد النبوي في مسلسل الاختيار، كل واحد عمل مشهدين 3 او حاجه كده. يا رب بس تكون القصه دي صحيحه عشان افتكرتها دلوقتي، هي لو غلط انا هبقى اوصلها في المونتاج. فممكن يكون هو ابتدى ينفسن شويه، ان نور خالد النبوي ابتدى يعمل اعمال بطوله، عمل مسلسلات بطوله وافلام، وهو من العمل ده الناس ابتدت تهاجمه وما عملش حاجه بعديها غير مسلسل سيد الناس ده. فممكن الحته دي مخلياه لسه متعصب من الجمهور، او هيبتدي يتغاشى مع الجمهور بعد كده. يعني ممكن احمد السقا يتدخل، بس طالما هو دخل شمال كده مع الجمهور هيستقصده. يعني هو لو عرفوا ان هو دي حاجه بتستفزه هتلاقيه على السوشيال ميديا بقى الناس بترخم عليه. فكان هو المفروض يتقبل ان الناس بتهاجمه او مش قابلاه دلوقتي لحد لما هو يشتغل على نفسه. ممكن يعمل بعد كده اعمال، وانا ما اظنش ان ده هيحصل، اعمال تبقى كويسه. ممكن احمد السقا يجيبه بقى شخصيا معاه يكبر له الدور بتاعه لو هو ما فيش فايده، لو هو بيزقه يعني بعيد عنه هيعمل زي الهام شاهين كده وفيفي عبده، انا جاي هجيب ياسين يعمل دور ابنه ونريح دماغنا ونخرج. واخر حد في مسلسل سيد الناس هو ملك احمد زاهر. وملك احمد زاهر ما شافتش سكتها زي ليلى زاهر، بقت بتشتغل تعمل حاجات لوحدها، فبرضه احمد زاهر بقى بيضطر كل عمل يطلعها بنته. يعني انا كنت شايف مشهد وهو بيضربها في مسلسل سيد الناس، انا حاسس ان انا شفت المشهد ده قبل كده في مسلسل تاني، بس كان طلع احمد زاهر لابس بدله وكده. وهي ملك زاهر من الممثلين العاديين، ان هي مش هتتفرج عليها مش هتضايقك زي ممثلين تانيين جاي لهم دلوقتي. يعني انا يمكن ليلى زاهر بتضايقني اكتر من ملك زاهر، مش عارف ليه، بس انا بحس ان ليلى زاهر مستفز اكتر، مع ان انا كنت بعشقها وهي طفله في الاعمال اللي هي طلعت فيها زمان. لكن دلوقتي انا حاسس ان هي بتعمل على طول وهي بتتكلم ليبسنج على التيك توك، يعني لازم تحرك بقها بطريقه اوفر. نيجي لمسلسل عايشه الدور، وده كنا متكلمين عنه بالتفصيل في فيديو لوحده، واول حد فيه هو امير اديب، وبرضه دي الناس ما كانتش متقبله الدور بتاعها. فانا قلت ان الدور ده مشكلته بنسبه 60% كتابه و40% ادائها كان مبالغ فيه، بسبب برضه ان اعمال دنيا سمير غانم بتخلي لازم الطيب تحس ان هي عماله عايزه تقرب الشخصيات للشخصيات الكرتونيه، ان الشخص البطل لازم يبقى طيب وغلبان وعبيط قوي، والشرير لازم يبقى بيبرق ويبان عليه ان انت شخص شرير، مع ان ده في الحقيقه لا، انت ممكن يبقى شخص بيأذيك وانت حاسس ان هو صاحبه. يعني نخرج من النقطه دي، ان انا كنت بقول ان مفيش حد شر للشر. يعني انت مثلا عايز تخليه شرير حط له دوافع. كنت بتكلم على الفيديو قبل المسلسل ما يتحط له قفله او قبل المسلسل ما يخلص، فهم عشان يخلوا الناس كلها طيبه والحياه ليلو في اخر حلقه قالوا ان اميره اديب اتعرضت لتنمر واهانه وضرب وتلطيش. انا مش عارف ازاي ده حصل، المفروض في مدرسه خاصه، بس ما علينا عديها. هنمشي ان الكلام ده حصل في مدرسه خاصه حتى لو اهلها ما بيسالوش فيها هنتقبلها. هل حد مثلا كان بيتعرض لتنمر لإهانة المدرسة كلها بتكرهه، فهل في خلال سنة واحدة لما يطلع الكلية هتبقى شخصيته قوية بيعرف ياخد حقه باللسان ما بيتلجلجش؟ يعني المفروض شخصية اتعرضت لكل الإهانات دي هتطلع مهزوزة زي شخصية أحمد عصام اللي جاي لها كمان شوية، إن هو قال لك لا خلاص من هنا قررت بعد ما فكرت إن أميرة أديب هتطلع بعد كل الإهانات دي هي الملكة بتاعت الجامعة المسيطرة عليها وشخصيتها قوية، مع إن كان ممكن شخصيتها تطلع ممكن تأذي الناس في الديرة زي الموقع اللي هي كانت عاملاه. بس هو لا، المخرج والمؤلف قال لك لا احنا اشتغلنا على الدور جامد جدا ودي النتيجة الأخيرة اللي طلعت لنا كده. خلصنا حتة الدور اللي هو مكتوب غلط أصلا، فعشان كده الناس مش هيعلق معاها غير الناس اللي عايزة دراويش الممثل ده، فان هم هيطبلوا له وخلاص. النسبه التانية هي نسبه قبول، لان هو في ناس مش زي كده ياسين السقا. هو امير اديب من ساعه ما ظهرت مش بس من المسلسل ده، هي مش جايه مع ناس كتيره سكه. وحوار القبول ده هيتحل لما امير اديب تبتدي تعمل ادوار مختلفه تطلع فيها طيبه او تتزق اكتر، وهي تتزق الفتره اللي جايه كتير. هتلاقيها بتعمل حاجات كل شويه الدور بتاعها هيبتدي يكبر شويه لحد ما تعمل حاجات بطوله، ممكن بقى على منصات صغيره منصات كبيره، مسلسلات 8 حلقات 10 حلقات حاجات كده، لحد لما اغلبيه الناس تحبها وتتقبلها. فانت
اعذروها كده انها ايه، هتحس ان هم بيبلعوها لك بالعافيه لحد لما تثبت نفسها بقى. هتثبت نفسها بقى في 5 سنين 10 سنين ادينا قاعدين. احمد عصام اللي اقدر عليه اقول كوميديان جامد، لما شفت المسلسل لحد اخره لا عامل الكوميديا حلوه، بس فكك من الدور بتاعه ان هو طالع عنده 21 سنه وهو في الحياه عنده من 33 ل 36. انا ما لقيتش سن محدد على جوجل، بس هو في الرينج ده. لكن هو الكوميديا بتاعته تحس ان هي كوميديا نظيفه ريحتها حلوه، زي مثلا كوميديا محمد سلام، مصطفى غريب، حاتم صلاح. تحس ان الناس دي الكوميديا بتاعتهم موقفها حلو، غير مثلا الكوميديا بتاعت احمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد اللي الناس زهقت منها. لكن يبتدي بقى يعمل ادوار السنه دي كوميدي بطريقته بقى، ان هي زي مصطفى غريب كده. فكك من ان انت تجيبه عنده 19 سنه و20 سنه، انت هاته سكنه في سنه عادي يطلع السن الشباب، هتلاقيه بعد كده هيعمل ادوار كبيره وادوار حلوه، وهيبتدي الناس تحبه اكتر. الناس اللي كانت عارفاه من السوشيال ميديا ان هو بيطلع على اليوتيوب او ستاند اب كوميدي. نيجي لمحمد عمرو الليثي. ومحمد عمرو الليثي الكوميديا بتاعته الكوميديا القصقصيه، اللي هي كوميديا محمد قصقص بتاع مسرح مصر، اللي هو يطلع يتشقلب لك وخلاص. هو تحس ان هو جات له ثقه شويه عن مسلسل اللعبه والمسلسلات اللي عملها القديمه، بس برضو الكوميديا بتاعته انا فاهم انت ما بتقبلهاش، ان هي الكوميديا بتاعته زي ما قلنا بتعتمد على التنطيط والشقلبه اكتر من اي حاجه تانية. فلو انت بتضحك من حد بيطلع يتشقلط تحس ان هو بهلوان زي قصقص كده، ممكن تحس ان هو ممثل كويس. غير كده فهتحس ان هو دمه تقيل. ونيجي بقى في الاخر، انا بالنسبه لي مين اتوقع له هيبقى يعمل ادوار كويسه بعد كده ومين هيخيش. واول حد بالنسبه لي من الممثلين الكويسين ابناء الفنانين عشان ما نظلمهمش هو احمد عصام السيد، ان هو هيبقى كوميديان جامد جدا وهياخد الحته زي ما قلنا بتاعت سلام ومصطفى غريب، هيبقى من ضمن الناس دي. تاني حد هي مريم محمود الجندي، هي مش عشان بنت محمود الجندي او اخت المخرج احمد الجندي، تحس ان انت متقبلها شويه، بتمثل كويس. وتالت حد اتوقع له ان هو ينجح بعد كده هي اميره اديب، ومش بسبب موهبتها، ان هي لسه الناس ما اكتشفتش هي موهوبه ولا لا، هي عملت ادوار كتيره دلوقتي بنفس الطريقه، بس انا حاسس ان هي هتتزق الفتره اللي جايه بطريقه اكبر، فممكن نسبة كبيرة تبتدي تحبها. أبناء الفنانين بقى اللي أنا شايف هيخيشوا نهائي هو ياسين السقا، غير إن قلنا موهبته ضعيفة وقبوله ضعيف، إن هو خبط في الجمهور جامد، فده هيبقى سبب إن الناس هتبتدي تكرهه من غير بقى ما يعمل أي حاجة. حتى لو عمل دور كويس الناس هتبتدي تهاجمه. ومحمد عمرو الليثي زي ما قلنا، أنا بالنسبة لي الكوميديا القصقصية دي مش هتعمر كتير، زائد إن في كوميديانات كتير ظهروا الكوميديا بتاعتهم نضيفة أو كوميديا كويسة. هتلاقي حتى النجوم بتاعت مسرح مصر قصقص وانور وخاطر، النجوم دي اختفت شويه بسبب ان في ناس تانية طلعت الكوميديا بتاعتهم احسن منهم. وتالت حد اخو الهام شاهين وبنت فيفي عبده، الاتنين مع بعضيهم هم كده كده بقالهم 20 سنه مفيش حد بيحبهم، فاتوقع ان هو الفتره اللي جايه بيفضلوا زي ما هم، مش هيجوا مع حد سكه، وبرضه ادوارهم مش هتكبر. وبس كده يكون الفيديو خلص. ما تنساش تقول رايك تحت في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه.